خلصت الحكاية، خلصت الرواية، والأهلي بابا الشغلانة. مبروك للنادي الأهلي. النادي الأهلي يتوج للمرة ال11 في تاريخه ببطولة الجميلة السمراء، بطولة أفريقيا، بعد ما خد البطولة من قلب المغرب. لما تحب تتكلم عن النادي الأهلي لازم تقرأ التاريخ كويس، لازم ترجع لورا، لازم تعرف ان النادي الاهلي خد البطوله من رادس. النادي الاهلي ما بتحللوش البطولات ولا بيحلى معاه الفرحه معاه ومع جمهوره ومع جمهور الشعب المصري كله غير لما ياخد البطوله بره القاهره. جوه القاهره خلاص بالنسبه لنا الموضوع بسيط، ما يلزمناش. النادي الاهلي لازم ياخد البطوله من بره ومن قلب المغرب عشان يكون ليها طعم. ناس كتير جدا اتكلمت عن صن داونز وقالت انه لما خرج صن داونز النادي الاهلي كده ارتاح. لا، هو مش ارتاح، هي الفرحه دلوقتي اجمل واحلى بكتير عشان لما ناخد البطوله من قلب المغرب. قلب المغرب واستاد المغرب مركب محمد الخامس، اللي اخر بطوله النادي الاهلي اتظلم فيها فعلا جوه الملعب ده والاستاد ده، كان النادي الاهلي موجود السنه دي عشان ياخد حقه ويرجع الحق لاصحابه، والنادي الاهلي يتوج ببطوله افريقيا من قلب كازابلانكا في المغرب. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس ادارته والاسطوره محمود الخطيب اللي هنتكلم عليه النهارده، مبروك للجهاز الفني والعبقري كولر العجوز والثعلب الجديد في النادي الاهلي، مانويل جوزيه الجديد مع النادي الاهلي، واللعيبه الرجاله، اللعيبه الرجاله اللي بجد. النادي الاهلي بعبع افريقيا. الاهلي يا ساده، الاهلي كالعاده. هنا وامام عدسه HTV ياما وقفنا وياما احتفلنا مع النادي الاهلي، وقلنا قبل كده ان لو في اي فرقه تانية في مصر حققت اي بطوله قاريه هنقف معاها وهنحتفل وهنتكلم كتير قوي عنها، ولكن النادي الاهلي هو صانع السعاده، صانع البهجه لكل الشعب المصري. يلا ما تنسوش اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد على قناه HTV. انتظرونا، والجزء الثاني من حلقه النهارده وتتويج النادي الاهلي بالجميله السمراء انتظرونا، ولكن بعد الفاصل. رجعت لكم مرة تانية بعد الفاصل واحتفالنا بالنادي الأهلي بعبع أفريقيا. كنا لسه بنتكلم قبل ما نخرج فاصل عن إن النادي الأهلي هو مصدر السعادة تقريبا الوحيد للشعب المصري الفترة اللي فاتت دي كلها. النادي الأهلي امبارح وهو بيلعب كانوا أبنائنا وأولادنا وبناتنا في الثانوية العامة صبح عندهم أول يوم امتحان، كلهم سابوا المذاكره او اللي خلص مذاكرته وراح عشان يتفرج على النادي الاهلي. تخيل كده لو كان النادي الاهلي امبارح ما كسبش والولد او البنت نام منكد ونام متعكنن، كان هيروح يعمل ايه في اللجنه؟ الحمد لله النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي كانوا عند حسن ظن اولادنا واحنا كمان. انا ابني في الثانويه العامه من خلال عدسه بتمنى له التوفيق هو وزمايله وكل اخواته وكل اصحابه بناته صبيان، ربنا يكرمهم ان شاء الله في الثانويه العامه. ناموا فرحانين، ناموا مبسوطين، راحوا النهارده في الامتحان كله خارج مزاجه وعالي العال. بنشكر النادي الاهلي ونشكر لعيبته اللي هم فعلا بقوا مصدر السعاده في مصر. نتكلم في الكوره بسرعه كده ونحتفل مع النادي الاهلي، وهنتكلم في كذا نقطه، بس نرجع الاول لماتش مصر. الماتش اللي كان موجود هنا ماتش الذهاب بين الاهلي والوداد، واللي فاز بيه النادي الاهلي 2-1. نتيجه سيئه جدا، بتوع الكوره فاهمين قوي النتيجه دي تقريبا اوحش نتيجه. ليه اوحش نتيجه؟ عشان بره ملعبنا لو فرقه الوداد جابت جول واحد بس، وده المفروض سهل، النادي الاهلي يخرج ويفقد البطوله بتاعته والفريق الثاني هو اللي يفوز. النادي الاهلي بدا الشوط الاولاني حلو قوي وعالي جدا ومستوى، وامتلك زمام الامور في نص الملعب لغايه ما واحده من النينجا حسين الشحات على الخط كده، الراجل كلف ده ووقع ده وعمل اوفر دوا للجنوب افريقي بيرستاو، اللي الراجل ما استناش وحطها على طول بالهيد في الشبكه، وحارس مرمى الوداد واقف بيتفرج، والنادي الاهلي بيخلص الشوط الاولاني بنتيجه 1-0. ينفع الماتش النهائي او البطوله تعدي من غير الفولت العالي ما يقول انا هنا؟ لا، ما ينفعش. على طول محمود كهربا، وبرده اسيست حلو جدا من مستر اسيست الجديد النينجا حسين الشحات، بتروح لمحمود كهربا، الراجل بيسند جوه ال 18 وبيحط كوره سم ما بيشوفهاش حارس المرمى، وبيتقدم النادي الاهلي على الوداد المغربي في قلب استاد القاهره، استاد الرعب الحقيقي، بنتيجه 2-0. بدات النتيجه تقرب، بدا جمهور النادي الاهلي يفرح ونقول البطوله بتقرب. 2-0 في نهائي بطوله افريقيا نتيجه كبيره جدا، مش نتيجه سهله، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ايه اللي حصل بقى؟ غلطة صغيرة كده وغلطة الشاطر بألف. علي معلول استلم كورة من محمد عبد المنعم، اللي في كل مرة عايز يقول لنا مع كل باص
انا احسن لاعب في مصر. والله يا عبد المنعم احنا عرفنا ان انت احسن لاعب في مصر، وعرفنا ان انت سبب كبير ان النادي الاهلي يحصل على بطوله افريقيا، بس مش لازم في كل كوره تقول لنا ان انت احسن لاعب في مصر. لو اتفرجت على الكابتن هاني رمزي كان احسن لعيب في مصر في المركز ده وكان بيلعب السهل. على طول محمد عبد المنعم عمل واحده معقربه كده بلغه الكوره لعلي معلول اللي اتاخر سنه واتقطعت منه واتعملت على النادي الاهلي في غفله كده من ديفنس النادي الاهلي. لقينا هدف من الوداد في مصطفى شوبير اللي طبعا اجاد في المباراه دي، وكان فعلا سد عرين النادي الاهلي في غياب الاخطبوط محمد الشناوي. بنشكر مصطفى شوبير على الاداء اللي اداه في مباراه الذهاب، وبيجي في النادي الاهلي الهدف وبتخلص المباراه في مصر بنتيجه 2-1. شويه احباط، جمهور النادي الاهلي شويه زعل شويه خاف، ولكن في ثقه ما بعدها ثقه من جمهور النادي الاهلي في لعيبته. وراح النادي الاهلي كازابلانكا، والملعب اللي خسرنا فيه البطوله اللي فاتت بفعل فاعل وكلنا عارفينها مش عايزين نتكلم فيها، خلينا نفرح ونقول لما محمد عبد المنعم راح لجمهور المغرب وقال لهم احنا رقم واحد واحنا موجودين السنه الجايه وجايين ناخد حقنا. وفعلا النادي الاهلي وفي نهائي افريقيا وفي مباراه العوده يمكن يكون مفيش كوره، المباراه ما كانش فيها كوره من الفرقتين، شد عصبي جامد، في ضغط من الجمهور، بدا يبقى في شماريخ لدرجه ان الرؤيه بقت معدومه والملعب وقف عشان لعيبه الفرقتين مش شايفين الكوره. وطبعا الحكم الاثيوبي مش عايزين نتكلم عليه بقى، خلاص له ما له وعليه ما عليه، طبعا يعني ارتكب جنايات وعمل مصايب في الماتش من الناحيه التحكيميه، يعني كان في فساد تحكيمي، كانوا قاعدين في المدرج كله كان قاعد متربص، ولكن النادي الاهلي ومعدنه وقوه رجالته في الملعب، النادي الاهلي بيجي فيه جون يعني عايزين نقول كده جون فطيس، ما يخشش في محمد الشناوي، ما يخشش في الحارس المونديال الاخطبوط محمد الشناوي، كوره معموله يعني تعتبر كوره ثابته، واحنا كل السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت حذرت لعيبه النادي الاهلي من الكرات العرضيه او من الكرات الثابته. وفي كرة ثابته كده اتعملت من غير ما تلمس حد خالص، راحت على يمين محمد الشناوي وبدا جمهور النادي الاهلي شويه يقلق، ولكن مع تغييرات كولر بنزول احمد عبد القادر وبنزول محمد شريف وقفشه، وكان في كهربا ما كانش موفق وحسين شحات ما كانش موفق وكمان يمكن حمدي فتحي كمان وخروج بيرستاو، شويه تغييرات النادي الاهلي في التوقيت ده فعلا هو اللي التزم في نص الملعب، وكان النادي الاهلي هو المسيطر في نص الملعب، وبدات لعيبه النادي الاهلي تنقل كوره كتير 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 لغايه ما في واحده كده برده بكوره ثابته من علي معلول لاحسن سيرد باك في مصر في الفتره دي محمد عبد المنعم، الراجل حطها بالهيد في اخر حته في الجون، وكانت رصاصه الرحمه لكل من هو موجود في استاد مركب محمد الخامس من قلب كازابلانكا. وانتظرنا من بعد هدف النادي الاهلي، بدا النادي الاهلي يضيع، محمد شريف ضيع جون واثنين وكمان احمد عبد القادر، لو كان في شويه اهتمام بالكره كان ممكن النادي الاهلي يهدف تاني. ومع صفاره الاثيوبي اللي كنا مرعوبين منه فعلا، النادي الاهلي بيتوج بالبطوله ال11 في تاريخه في يوم 11 النادي الاهلي معاه البطوله ال11 من قلب كازابلانكا المغرب اللي الفتره اللي فاتت سيطرت على الكره الافريقيه واللي شرفتنا في كاس العالم. كان مهم جدا وكانت فرحه كبيره قوي لجمهور النادي الاهلي ان البطوله تبقى من قلب المغرب. كان في كذا حاجه كده مضيئه جدا في التتويج، حاجات ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الاسطوره موجود في المدرج، بيكلموه بيقولوا له يلا يا فندم عشان ننزل نسلم اللعيبه الكاس، قال لهم لا، رئيس البعثه هو حسام غالي، انا النهارده ضيف. وبينزل حسام غالي يقف على منصه التتويج وهو اللي بيسلم محمد الشناوي كاس البطوله، حاجات ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي. طبعا شفنا رؤساء انديه كتير اللي بيخطف الكاس من اللعيب واللي بياخده ويلف بيه، واللي لما الاهلي بياخد منه كاس بيروح يجيب كاس تاني من العتبه ويلف بيه الملعب، حاجات كتير مش هنتكلم فيها، خلينا في الحاجات اللي ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي. النادي الاهلي كالعاده والنادي الاهلي يا ساده. وعايزين نقول لمحمد الشناوي على الموقف اللي عمله امبارح مع مصطفى شوبير، اللي ناس كتير اللي قالت انه في خلافات او ان الشناوي هيغير من مصطفى شوبير، اول ما استلم ميداليته الذهب ندى على مصطفى شوبير الحارس الواعد اللي لعب ماتش الذهاب ولبسه الميداليه، حاجات ما بنشوفهاش غير في النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل جمهور مصر اللي فضل لغايه الصبح بيحتفل وفرحان. احتفاليه في مصر كلها، النادي الاهلي اصبح هو صانع السعاده. وهنا كمان زي ما هتشوفوا في فيديوهاتنا
عندنا احتفالات من ضمن كل الاحتفالات اللي موجوده في مصر وفي الانديه وفي مراكز الشباب وفي حلوان. مصر كلها كانت بتفرح، مصر امبارح كلها كانت اهلي، مصر كلها كانت لابسه احمر. مبروك للنادي الاهلي اللي من دلوقتي جمهوره العجيب بيقول له ال 12 يا اهلي. لسه الكاس ما وصلتش القاهره وجمهور النادي الاهلي تخيلوا بيفكر في ايه؟ بيفكر هيعمل ايه مع جوارديولا في كاس العالم للانديه لما هيلاعب مانشستر سيتي بطل اوروبا في كاس العالم للانديه. هقولها لك تاني عشان تفهم عقليه جمهور النادي الاهلي بيفكر ازاي، وازاي ولسه واخدين بطوله افريقيا ال11 ويقولوا ال 12 يا اهلي. ما قدامكش غير حل واحد بس، انك تبقى اهلاوي. مبروك لمصر، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي والاسطوره محمود الخطيب، مبروك للجهاز الفني واللاعبين. يا رب دايما نفرح، يا رب دايما مصر فرحانه، يا رب الشعب المصري دايما مبسوط، والنادي الاهلي دايما هو صانع البهجه وصانع السعاده. من هنا من امام عدسه اتش تي في ببارك لكل اهلاوي، ببارك لكل مصري وكل زملكاوي كان قاعد معايا امبارح بيتفرج. انا كنت فرحان جدا، اصحابي وزمايلي ناس كتير جدا كانت بتشجع النادي الاهلي من قلبها والله، وزملكاويه واصحابي. طبعا ملناش دعوه باللي خد العلم وقال انا جاي من المانيا وجاي عشان اشجع الوداد وماسك علم الزمالك وعمال يلف قدام النادي الاهلي. طبعا لعيبه النادي الاهلي قامت معاه بالواجب في المطار، طبعا كلنا اكيد شفنا الفيديوهات دي. مبروك لكل اهلاوي، مبروك لكل زملكاوي مصري كان فرحان امبارح لفوز النادي الاهلي. يا رب تكونوا مبسوطين وفرحانين زي ما احنا مبسوطين وفرحانين امام عدسه اتش تي في، ودايما وش عدسه اتش تي في تكون حلوه على جمهور النادي الاهلي وعلى كل جمهور مصر. انتظرونا وحلقات جديده واحتفالات جديده وتتويج جديد للنادي الاهلي، وان شاء الله نكون موجودين مع النادي الاهلي في السوبر الافريقي وكمان في كاس العالم للانديه. واحنا عندنا طموح ان احنا نلعب نهائي امام جوارديولا وامام مانشستر سيتي. تنسوش اللايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، واللي لسه ما اشتركش في القناه يجري بسرعه يشترك في القناه عشان اللي هيشوفه عندنا مش هيشوفه في اي حته تانية. مبروك للنادي الاهلي بابا افريقيا، مبروك للنادي الاهلي بابا الشغلانه. انتظرونا وحلقات جديده واحتفالات جديده مع النادي الاهلي، والى اللقاء.